أهلا بيكم في الدرس الثالث. دلوقتي هنبدأ ندخل على أهم خطوة بتقلب أي فكرة كورس من مجرد فكرة لمشروع فعلي ينفع يتنفذ ويتسوق كمان. بصي، لو عرفتي الجمهور زي ما عملنا في الدرس اللي فات، الخطوة اللي بعدها على طول تعرفي مين بيتكلم مع نفس الجمهور وبيكلمه ازاي وبيقدم له ايه، وهم بياخدوا ثقة منه ازاي او بيثقوا فيه ازاي ان هم ياخدوا كورس او يطلبوا جلسة. وده اللي بنسميه تحليل المنافسين. ومهم جدا نقول المنافس مش عدو، المنافس هو دليل بيفتح عينيكي على ايه اللي ناقص، ومين غيرك ومن غيره. من غير المنافس ده مش هنعرف الفجوة اللي ناقصة واللي الكورس بتاعك هيكملها. في اكتر من منافس. منافس مباشر هو اللي بيقدم نفس الخدمة لنفس الجمهور او بيحل نفس المشكلة بنفس طريقتك. مثلا لو انت عاملة كورس الثقة بالنفس، يبقى المنافس المباشر اي حد عامل كورس ثقة بالنفس، سواء بقى موجه لنفس الفئة بتاعتك او لا. طيب المنافس الغير مباشر هو اللي بيقدم حل لنفس المشكلة اللي حضرتك بتحليها، بس مش بنفس الصورة او مش بنفس الطريقة. لو انت بتقدمي كورس الثقة بالنفس، يبقى المنافس الغير مباشر هو كوتش علاقات بيقدم جلسة فعلا او جلسة فردية، حد بيقدم برنامج دعم نفسي، حد بينزل محتوى مجاني على السوشيال ميديا. ده كله اسمه منافس غير مباشر. ده كان جزء بسيط جدا من الشرح النظري، اما العملي بيكون تطبيق قدامك على الموبايل خطوة بخطوة. كل حاجة بنعملها معاكي وبنعملها قدامك. شهر كامل بنتابع معاكي، جزء من الشهر حضرتك بتشوفي الفيديوهات وبتطبقي وبتبعتلنا التطبيقات لو في نصيحة توجيه تعديل محتاجاه، والجزء الباقي لمتابعة المحتوى وأي حاجة ناقصة على الصفحة بنقدر مع بعض نكملها. مستنياكي تبدأي رحلتك معانا.